غدا مع الإسماعيلي. ولكن قبل ما اروح للأهلي والإسماعيلي اقف عند تصريحات محمد أبو تريكة عقب مباراة مصر واستراليا. هذه التصريحات التي أثارت ضجة كبيرة، وما بين كل يغني على ليلاه. لماذا تجاهل أبو تريكة الكابتن حسام البدري؟ وهل كان يقصد أو لا يقصد؟ تعالى قبل ما أخذ رأي حضرتك في الموضوع ده أروح لهذا التقرير حول تصريحات محمد أبو تريكة وارجع لكم تاني. كنت عايز أقول لكل البنات مش كل حاجة تشتكوا. انتوا عمركم ما بتسمعوني. كفاية زن التليفونات اللي كل ما ابقى مع صحابي ده. ايه المشكلة لما تيجوا معانا شوبينج يعني؟ ويا ريت بلاش جو المفتش كولومبوس اللي بتعملوه على الموبايل. عايزين نحس اننا مهمين شوية. وبرضه مش هقول لك مين سوسو. عصير جهينة، اشرب طبيعي، تتكلم طبيعي. أثارت تصريحات نجم النادي الأهلي محمد أبو تريكة الكثير من علامات الاستفهام حول علاقته بالمدير الفني الحالي للنادي الأهلي حسام البدري، بعد أن خرج اللاعب مصرحا للإعلامي كريم حسن شحاتة في إذاعة الشباب والرياضة عقب فوز المنتخب على استراليا بثلاثية بأنه يمر بأزمة نفسية منذ فترة، وأن من يملك إخراجه منها هما البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي والمدير الفني الحالي لنادي اتحاد جدة السعودي، وكذلك حسن شحاتة المدير الفني الحالي للمنتخب المصري. وقد فسرت جميع وسائل الإعلام حالة أبو تريكة النفسية السيئة بتوتر علاقته بالبدري وعدم احتواء الأخير له نفسيا، فكانت تصريحات أبو تريكة بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، وجعلت الجميع يؤكد بأن توتر علاقة اللاعب بالبدري هي التي جعلته يدلي بهذه التصريحات، بدليل تواجده على دكة البدلاء في مباريات الأهلي الأخيرة وعدم اعتماد البدري عليه على الرغم من تراجع مستواه، وذلك من أجل إكسابه المزيد من الثقة وإخراجه من حالته النفسية السيئة، مثلما فعل حسن شحاتة مع اللاعب في المنتخب وإشراكه أساسيا، وكان جوزيه يفعل ذلك أيضا مهما كان مستوى اللاعب. وأثارت تلك التصريحات الكثير من اللغط حول علاقة البدري باللاعبين الكبار وأصحاب الخبرة في الفريق، فبعد توتر العلاقة بين البدري وأحمد حسن منذ فترة جاءت تصريحات أبو تريكة لتوجه إنذارا شديد اللهجة للجنة الكرة في النادي برئاسة حسن حمدي رئيس النادي، والذي يجدد الثقة دائما في البدري رغم تواضع مستوى الفريق من مباراة لأخرى. وعلى الرغم من تصريحات كل المقربين لأبو تريكة عن مدى حب اللاعب وامتنانه لحسام البدري، إلا أن الأخير لا يملك كيفية التعامل مع اللاعب وإخراجه من حالته النفسية السيئة، وهو الأمر الذي يؤثر كثيرا على مستوى اللاعب. وقد عقد البدري اجتماعا مطولا مع اللاعب عقب تمرين الفريق أمس، أكد له مدى حبه له ومدى تقدير الجهاز الفني بالكامل للاعب مهما كان مستواه، وهو الأمر الذي جعل اللاعب يخرج من التمرين مصرحا لجميع وسائل الإعلام المختلفة عن مدى علاقته القوية بينه وبين مدربه، رافضا من حاول الصيد في الماء العكر بالوقيعة بينه وبين البدري، وهو الأمر الذي جعل البدري يخرج أيضا ويؤكد مدى علاقته بأبو تريكة معتبره كنزا من كنوز النادي، وأن كريم حسن شحاتة هو من حاول الوقيعة بين اللاعب ومدربه، وأن علاقة البدري بأبو تريكة لا تفسرها تصريحات مهما كانت عواقبها. بشكر الزميل أحمد السيد على هذا التقرير. بس على فكرة هو الكابتن كريم ما حاولش الوقيعة ما بين حسام البدري ومحمد أبو تريكة، يعني التقرير رائع ولكن خانه التعبير. الكابتن كريم كان بينقل تصريحات زميلنا العزيز الإعلامي الكبير كريم حسن شحاتة، كان بينقل تصريحات عقب مباراة مصر واستراليا على لسان محمد أبو تريكة. ليس هناك أي محاولات للوقيعة، ولكن فسرت يا كابتن عامر هذه التصريحات. أنا شايف أن أبو تريكة تحدث بذكاء وترك الرأي العام والإعلام والمتابعين كل واحد يحلل زي ما هو عايز. يعني لو حضرتك شفت أحمد حسن كان صادم، أبو تريكة كان أكثر ذكاء. بص احنا عايزين نحلل احنا بقى. احنا اتفضل. هنا طبعا ما اعرفش رأي الباشمهندس هشام والكابتن اسماعيل رأيهم ايه. لازم نكون يعني عندنا حسن النية. ايوه في كل شيء. اولا احنا عايزين نبرأ كريم. انا سمعت لا كريم بريء تماما هذا الحديث وانا جاي في العربيه قبل ما اجي البرنامج. كريم اعاد الحديث تاني، لان طبعا بعض الصحفيين وبعض النقاد
حوروا بالزبط. الكلام بشكل يعني يؤدي الى واقعه بين حسام البدري وابو تريكه. ابو تريكه اولا كان كلامه فيه ادب جدا، واعتقد ان ابو تريكه بالتزامه وتدينه لا يمكن ان هو يحط حسام البدري في شكل او يحط في مقارنه بين حسام البدري وكابتن حسن شحاته ومانويل جوزيه في شكل يخلي حسام البدري في شكل وحش، ولا حسام البدري يعني يصدر منه شيء لنجم كبير زي ابو تريكه يخليه يخرج عن المود بتاعه. ابو تريكه طبعا ممكن برضه في سنه هنا خبره أيوة. بين الكابتن حسن شحاته ومانويل جوزيه وبين حسام البدري. أيوة. ممكن يكون حسام البدري خانوا التفكير شويه، وممكن دي بتبقى ملكه. أيوة. في المدرب ممكن هو واللعيبه بتسخن، بيبص في وجوههم، بيشوف، ممكن ينادي مثلا تعالى اسماعيل يوسف، تعالى هنا، انت في ايه، انت شكلك متغير، زي ما اسماعيل يوسف شافني النهارده بيقول لي انت في ايه. دي حاسه مش عند كل واحد. بالزبط. ممكن تكون برضه مش موجوده عند حسام البدري، في ان هو مثلا ممكن يكون ابو تريكه عنده بعض المشاكل الخارجيه، مش شرط تكون لعب او عدم لعب. ابو تريكه قيمه كبيره جدا، واي مدرب هيجي عارف ان ابو تريكه ده يعني بيضفي جمال وحلاوه على الاداء. اذا انت مع ان التصريحات لم تسيء الى حسام البدري؟ لا ابدا ابدا. يعني اتفضل يا كابتن اسماعيل، رايك. يعني انا طبعا تكمله لكلام كابتن عامر، موضوع كريم طبعا هو الفتره اللي فاتت يمكن كريم خطى خطوات وقفز قفزات معينه ناجحه جدا طبعاً. وربنا يوفقه، وهو اضافه للاعلام الرياضي. فهيبتدي ياخد من اي تصريح لاي حد، هيبتدي ايه، حد يقول لك لا ده كريم قال، لا هو كريم ما قالش حاجه، هو كابتن ابو تريكه هو اللي صرح. وانا يعني انا يعني اكاد اجزم ان الكلام اللي قاله ابو تريكه هو من قلبه. هو ليه بنحجر على مشاعر محمد ابو تريكه القيمه الكبيره ديت؟ ان هو فعلا متضايق، نفسيته تعبان، بقاله فتره، بقاله 6 شهور او 7 شهور ومرتاح مع الكابتن حسن. ايه المشكله يعني؟ بقاله 7 شهور يا استاذ عبد الناصر، عايز يستعيد مستواه، عايز بيحاول يريح شويه ويشتغل شويه، يعني ايه، في جزء نفسي وتركيبه ابو تريكه يعني ايه ليها طقوس معينه لازم يوصل للطب معنويا عشان يديك 100% في الملعب. فهو قال بصراحه دي ولا تعيب حسام البدري ولا تعيب اي حد من الاطراف اللي احنا قلنا عليها. يعني هو اتكلم، ولازم نتعود، يعني ولازم نعود لعيبتنا وما نتعلمش نحور كل حاجه على انها ضده خالص خالص. يعني هو يعني بيرتاح مع الكابتن حسن، خلاص ايه المشكله؟ الكابتن حسن والكابتن حسام بيكملوا بعض، ده في المنتخب وده في النادي الاهلي، ومطلوب من الكابتن حسام البدري في الفتره اللي جايه، ده الكلام اللي قاله الكابتن حسام، مطلوب من الكابتن حسام البدري الفتره اللي جايه لابو تريكه ولجميع اللعيبه اللي محتاجه جزء نفسي ان هم ياخدوه. ليه لا؟ رايك يا باشمهندس؟ والله رايي انا هتكلم بصراحه، لانه يعني احنا بنهول الدنيا بالتصريحات واعتقد انه التصريح نفسه ما فيهوش مشكله. اولا كريم من احسن الناس اللي انا بسمعهم في الراديو او بتفرج عليهم. طيب خليني اقطع حضرتك. اتفضل.